Shift Kora. Drum beats in the desert night, hot heat and the game feels right. They dance to the drums delight, they chant Shift Kora. Shift Kora. Shift Kora. Shift Kora. And we feel alive, African dream alive. We feel alive. And we feel alive, African dream alive. اهلا بيكم في حلقه جديده وحلقه شفت الحكاوي لاول مره. شفت الحكاوي لكاس الامم الافريقيه، ومعانا النهارده كابتن سامبو وكابتن عادل كالعاده، ولاول مره يشرفنا كابتن بودي. انا كابتن بودي منورنا في الحلقه، وزي ما انتم شايفين شفت الحكاوي بثيم كاس الامم الافريقيه. هنسترجع فيها بقى الحكاوي بتاعتنا، وكل واحد فينا عاش الذكريات بتاعته ازاي في الفتره بتاعت كل سنه. كل واحد فينا عاش بتاعنا اللي عاشها ازاي، وذكريات بالظبط الفتره بتاعت الجيل الذهبي، وفتره بقى العياط اللي بعد كده الصياح. فتعالوا بينا نسترجع الذكريات. يعني نبدا بقى، انا شايف باول واحده يعتبر بقى ايه، يعني الجيل التاريخي بمنتخب مصر 2006. ايه اللي حصل في 2006 وايه اكتر حاجه تشهر البطوله دي؟ عندي سؤال قبل اي حاجه هساله لكل واحد فيكم قبل كل بطوله. عايز كل واحد فيكم يقول لي البطوله دي، او بلاش كل واحد، كلنا نتفق على اسم هنسمي بيه البطوله دي. لو هنسمي بطوله 2006 هنسميها ببطوله ايه؟ بداية الجيل التاريخي مثلا لمصر. اسم حلوه، بس عايزين اسم بقى. عايز انت حاجة كاتشي بقى. كاتش مره واحده بقى، ارميها. مشكلة ميدو. مشكله ميدو كانت حلو. اكتر حاجه حصلت ساعتها دي. ممكن اسمي اسم طويل شويه. كنت حاسس ان احنا في نغمه كده كانت ماشيه، اللي هو بلاش الناس دي كلها تروح زعلانه. كان كل ماتش كده اللعيبه تطلع تصرح تقول لك اللعيبه ما تروحش زعلان، الجمهور ده ما يروحش زعلان. حلو، كل واحد فيكم لها اسم، وانا ممكن الاقي اسم برضو. بدايه الجيل التاريخي لمنتخب مصر. ماشي. حلو جديده. انا بمشي جنب الحيط. ماشي. قول لنا ذكرياتك يا كابتن عادل في البطوله دي. هو بس انا لو هعدل بس البطوله دي كده بسرعه، احنا دلوقتي بعد ما منتخب مصر خد بطوله 98، احنا كنا بعيد عن المنافسه، وكان في جيل خلص خلاص، وعايزين بقى نبني جيل جديد. الجيل ده اللي هو بتاع 2006 كان طلع مع حسن شحاته، اصلا كان جيل الشباب، وهو مطلع يعني خلاص بقى كل دول ولادي. أيوة. حتى كان بيعملهم بالمنطق ده. واحنا بقى عاملين بطوله في ارضنا، والمفروض ان احنا بنلعب عمالقه القرن. يعني انا شايف ان بطوله 2006 دي، انا شايف من وجهه نظري يعني ان ده البيك بتاعت كره افريقيا. انت كوت ديفوار جيل ذهبي مع دروجبا، صامويل ايتو كان مجنون في الفتره دي، والكاميرون كان فريق تقيل، السنغال كان لسه كان في 2002 ده واصل دور 8 تقريبا كاس العالم. بجيل برضه مجنون. حاج ضيوف. هو لو في حاجه بس ناقصه، ان بتوع شمال افريقيا كانوا يشدوا حيلهم، اللي هو بقى الجزائر والمغرب وكده. ما كانوش لسه فاقوا ساعتها. كان لسه في اوائلها. لا الجزائر ما شاركتش اعتقد. الجزائر قعدت بطولتين 3 ما تشاركش. المغرب كانت معانا. المغرب كانت معانا في مجموعه اصلا. يعني كانت البطوله دي بس الحاجه الوحيده اللي ناقصاها، اللي كان يقرفنا، وكان لولاهم ان هم مش فايقين كانوا فعلا هيطلعونا، ان بتوع شمال افريقيا يبقوا فايقين. والجزائر بقى والمغرب وتونس. تونس كانت واخده البطوله اللي قبلها في ارضها، وجت عندنا هنا خرجت. والمغرب مع انها كانت معانا ومعاهم يوسف حجي وبتاع، وبرده جم يعني ما عملوش حاجه في البطوله دي وخرجوا. فلولاها يعني في حاجة كنت أول مرة أشوفها، موضوع إن المغرب دي كان عندها الرجراج اللي هو اللي وداهم كاس عالم. كان عندهم بيلعب، كان بيلعب. ده مركزه بقى كان ايه اصلا؟ مدافع. المغرب دي ما عملتش حاجه غير 0-0 معانا. يعني هي احنا قعدنا، المغرب فضلت عامله لنا عقده بتاع 30 سنه، واحنا رحنا ردينا العقده دي. هنحكي بقى البطوله انا كان عندي في البطوله دي 4 سنين. 4 سنين يا راجل. مش عايز اقول لك، بس كنت بتفرج عليها. يعني انا فاكر منها مقتطفات، طبعا اتفرجت عليها لما كبرت يعني. بس وانا صغير كان اللي هو ايه، كنت يعني عشان ابويا كروي قوي، فانا كنت بقى دايما معاه على القهوه بقى، معاه في البيت، في اي حاجه من الحاجات دي كنت بقعد اتفرج. ويا جماعه البطولات دي كنت بحس ان هي ما اعرفش كان مربوطه شويه بالوطنيه وانتماء. يعني كنا حاسين فعلا ان اللعيبه بتلعب باسم مصر. الوطنيه بتاعت 2010 دي اللي ما كانش بيشجع مصر ده صهيوني مش تبعي. ايوه لا بس خلي بالك حد راح الاستاد في 2006؟
2006 انا ما رحتش بصراحه، بس انا كنت بتفرج على كل الماتشات دي في النادي، انا ما انساش البطوله دي. تمرين بعد خلص تمرين نطلع نتفرج على ايه الماتش احساس الدنيا بقى ومصر في النادي بقى، وكله متجمع وبتاع، لا كلنا قاعدين مع بعض والاعلام وبتاع يعني. انت طب بس انا عايز افتكر كده عشان انا كنت مسمي البطوله دي الجيل الذهبي، انت سميتها ايه؟ مش عايزين نروح نزل زعلان ارقص يا حضري. مشكله ميدو. تصدق مشكله ميدو دي برضو كانت، او فيلم طير انت. لا حدث رهيب. هو كان لا خلاص بس ان يبقى في مدير فني ياخد قرار ان المهاجم الاساسي بتاعه واللي بيلعب في توتنهام ما يستبعده من القايمه يعني ما صعبه قوي على فكره. انا عايز اقول لك على حاجه. البطوله دي كان في 6 مهاجمين وهو كان يعتبر المهاجم الاساسي عندنا، تحتيه متعب بقى وعمرو زكي، وكان الناس هي اللي بتتبدل، وهو لما الماتش بنضمنه او خلاص بيطلع في ماتش هو اتصاب وباين في المجموعات راح طلعه. انت عارف مين المهاجمين اللي معانا؟ مثلا حسام حسن، عبد الحليم، احمد عبد الملك، ميدو، عماد متعب، عمرو زكي وعبد الحليم نزل بس حط ضربه الجزاء اللي راحت للمهاجمين. عايزين واحد منهم بس والله صعب عليا هو ينزل دلوقتي واحد بس منهم. عمرو زكي ده كان مجرم الصراحه، كان دبابه. كان دبابه بلدوزر. هو البلدوزر. جونه في الزمالك، جونه في الاهلي 2007 ده مش طبيعي، اللي قطعها في نهائي الكاس دي. بس هي الفكره ساعه لما سحب ميدو، يعني انا كانت في مخيلتي كطفل وانا بتفرج على البطوله دي ان انا شفت السيكونس ان هو ايه هيسحب ميدو، يعني مش هيسحب ميدو، هو هيأثر احمد مكي ينزل مكانه. هو مش هيسحب ميدو، هو طالما هينزل عمرو زكي معروفه بيسحب واحد من نص الملعب وبيهاجم باثنين، فان هو اصلا يطلع ميدو هي دي كانت فعلا مفاجاه. ايوه صح، احنا كنا اصلا بنلعب 3-5-2 كانت لسه دي الترند المصري يعني. فان هو اصلا يعني ما يسحب واحد من قدامه وينزل مكان واحد من قدام، هي فعلا مفاجاه يعني. مش لازم ميدو بس مش موفق، ما كان يعني حتى بعدها بدقيقتين عمرو زكي نزل جاب الجول. بس عايز اقول لك ان والله عمرو زكي ما كانتش دي بطولته قوي يعني، كان عماد متعب فايق عنه، ابو تريكه كان فايق في البطوله دي. كنت عايز اقول حاجه بس كنت بطول الجول شويه. ساعدت من ساعه ما قال 3-5-2 كنت نفسي اقول افيه بتاع حسام حسن بيلعب بيها لحد النهارده دلوقتي، هو لسه فاكرها من ساعتها مع الادوار التركيبيه. لا كده هجيب سيره 3 هتيجي تاني لحد 2010 بنلعب 3-5-2 يا جماعه. على فكره في البريمير ليج بيلعبوا بيها بس بيلعبوا بطريقه مختلفه تماما يعني. عندك مثلا امورين بيلعب بيها، عندك كان في فتره كونتي مع تشيلسي برافو عليك، كان بس بتكتيك مختلف تماما. حسام حسن خلاص خلينا في كاس الامم الافريقيه عشان بس ايه نخش في المجموعات. نخش في المجموعه. ايه اللي حصل في البطوله دي في المجموعات؟ كان مين معانا في المجموعات؟ كانت ليبيا والمغرب كان ليبيا وكوت ديفوار. كان ايه اللي حصل بقى في دور المجموعات؟ هي ابرز حاجه في ماتش ليبيا كلنا طبعا الفاول بتاع ابو تريكه ده كده فاول ابو تريكه اللقطه بتاعت ابو تريكه اللي شبه الفاول اللي هو في كاس العالم للانديه لما كان قدام كان فريق الياباني تقريبا مكسيكي باتشوكا كان الجون اللي هو اوتشوا ده اللي موجود اللي عايز. بس الفريق كان باتشوكا ولا فريق تاني؟ لا فرقه كانت لا مش باتشوكا بس هو اوتشوا. انتوا عارفين ان دي كانت تعتبر بدايه ابو تريكه او بدايته على الساحه المصريه، ان هو كان ساعتها لسه رايح الاهلي، وساعتها كان هي دي بقى الفتره اللي ابو تريكه بيقول انا نجم المنتخب، انا رقم واحد شخصيه من اول ما دخل المنتخب. هو الجون احنا بدانا باين البطوله بجون لميدو تقريبا، ضربه راس لميدو، وبعد كده الفاول بتاع ابو تريكه. مش فاكر الجون الثالث عماد متعب باين حاجه زي كده، الثالث متعب. ودخلنا بقى في الماتش الثاني بتاع المغرب. ده كان ماتش ممل. المغرب خايفه تخرج واحنا خايفين بقى من العوده، عودتنا المغرب. فالماتش خلص تعادل، كان ماتش بارد يعني. مش فاكر فيه حاجه قوي، مش فاكر له اي حاجه اصلا، في لقطه بارزه ولا في هايلايتس ولا في حاجه. انا يعني كنتش عارف الحوار ده، اللي كان بيشوط ضربات الجزاء في المنتخب اصلا كان ميدو لحد البنالتي اللي ضيعها في ماتش غالبا ليبيا. مش كان احمد حسن؟ لا ليبيا لما ضاعت في ماتش ليبيا واللي كمل احمد حسن. الجون الثاني كان احمد حسن. من ساعتها هو بيشوط ضربات الجزاء، بس اصلا اللي كان بيشوط الاساسي اصلا كان ميدو. دي معلومه انا اول مره اسمعها منك. انا لسه عارف النهارده. الراجل ده جاي مذاكر النهارده اللي حصل في حاله التحدي اللي مش عارف يروح يشوفها. استنينك اوائل انت عمو. طب ايه تاني اللي حصل بعد كده؟ هي ابرز حاجه بقى طبعا ان انت الفريق اللي كان معاك في المجموعه راح معاك الفاينل. كوت ديفوار ضامنه ونازله، مش هقول انها مريحه قوي، هو كان اهم اسم مش موجود دروجبا ما كانش اصلا لعب معانا في المجموعات. هو كان قاعد في المجموعات بصراحه، بس هو كان بيريحوا عشان هو كده صاعد. هم كانوا ضامنين، بس احنا غفلناهم. احنا مش بس تعادلنا، هم كانوا فاكرين ان هم ايه عادي هتعادل حلم الدنيا. احنا كسبنا 3-1 يعني. احنا لو تعادلت بقى انت كنت هتستنى بقى الماتش المغرب الناحيه الثانيه مع ليبيا. والغريب ان هم الاثنين ما مشوهاش سوا يعني. كانت المغرب هي المفروض تطلع معانا يعني، احنا والمغرب وفي الاخر اتعادلوا واحنا بقى غفلنا اللي كسبنا. لا ونكسب جود ديفوار دي فرقه يعني بره عن دروجبا يعني. انت كان في كولو توريه ويا توريه
بوي بتاع ارسنال، لا أيوة، كان أيوة. فرقه يعني. بس برضه الواحد لما بيرجع للحته دي انت بتفتكر انت كان معاك منتخب، انت برضه ما كنتش صح. الاسامي دي بس انت بتهزك قوي بس يعني. انت كنت لسه ما كنتش بقى المنتخب ده، احنا بنقول ده ما دي دلوقتي. كانت البدايات، بس لا بس ساعتها كان بقى عنده كان مواهب. عندك بيز. بس أنا حسن قصدي شحاته احنا ما زي ما كناش قلت، نعرف ان احنا كده، ان احنا جامدين قوي بس كده. كان انت طالع من افريقيا الشباب انت كسبان يعني. انت اه. جيل حسن شحاته اصلا اللي طلع هو من اللي أفريقيا. مطلعهم. ايوه طيب فانت صح. كان عندك صح. شكل يعني بوادر لحاجه. خلصنا من الحته بتاعت المجموعات، عايزين بقى ايه اللي عارف ايه اللي حصل في النوك اوت. قابلنا مين اول حاجه؟ كان الكونغو. كونغو. الماتش ده في ذاكرتي كده هو لقطه، هي جون حسام حسن. انا اصلا الماتش ده ما شفتوش يعني، انا كان ساعتها واحد وهو صغير في المدرسه وبتاع، فانا صحيت هو الماتش لقيت كان إن إحنا بدري؟ كسبنا. يا عم لا، ماتشات بالليل يا عم انت. قصدي كده، انا قصدي ان انا روحت نمت. هتلاقيه كان نايم بقى. اوكي فانا كنا صحيت على الجون، انا اصلا ساكن يعتبر قريب من الاستاد. ما انت خطوه. سمعت جول الملعب. فانا سمعت طبعا زلزال، فقمت على الجون، اوكي فشفت بس الجون الجون بقى كان بتاع جامد. حسام حسن، الجون كان حلو. استلم وشمعها في وسط الجون. انا فاكر الجون ده كويس. حلق للجون. مم. ف دي كانت نهايات حسام حسن خلاص. كانت هي اخر بطولة. بطوله كانت اصلا، آخر اخر بطوله. كان في كوره كده انا فاكرها في ماتش الكوت ديفوار اللي في المجموعات، اللي هو جابها عماد اللي متعب. كملها عماد هو متعب. لطشها واتضايق انها ما جاتش، يعني مش ما هو هو اللي جابها. على فكره يعني هو ما فرحش مع اللعيبه، آه. يعني عماد متعب باين كملها او حاجه زي كده، هو ما فرحش مع اللعيبه. على فكره عنده الحاله دي الان عاليه قوي. يعني كان ميدو بيقولها قبل كده في انترفيو ان حسام حسن ممكن لو انت ما بصيتلوش وهو ما جابش الجون يشتم. يشتمك عادي، حتى لو انت جبت الجون، حتى لو في فرحه أيوة. انت ما يفرحش. وبعد كده بقى رحنا سيمي فاينل بقى. الواقع بقى اللي الواقع أكيد. الاشهر على بقى اسم الاطلاق. البتاع دي قول لنا هي دي بقى كان- دي مشكله ميدو بقى. طلعتني ليه؟ عملت ايه؟ بس صراحه هو حقه يعني. تخيل انت تبقى النجم البارز بتاع المنتخب، انت نجم توتنهام اللي نازل مكسر الدنيا، ومعروفه ان انت دايما هتطلع حد بتنزل مهاجم، هتطلع واحد من نص الملعب هتنزل مهاجم تاني عشان تسند بالاثنين اللي هي بتاعت 3-5-2. يا عم انت ناسي في طيب. 2006 كان معانا النجم ابراهيم سعيد، ملك الليبرو وخط النص وخط الدفاع، الكويري اللي واقف معانا ورا. ده لا ابراهيم سعيد ده عارف ان هو في ماتش السنغال ده كان هيعمل بلوه. كان إيه؟ السنغال ولا كوت ديفوار؟ كان السنغال تقريبا، بعد ما احنا جبنا الجون الثاني اللي كسبنا بيه قتل الحاج ضيوف صح. واحد فيهم قتله، فضيحه صح. دخل قتله والحكم قال له قوم. دي كانت ضربه جزاء فضيحه بجد والله. في 94 ده في اخر الماتش، في اخر الماتش خالص. الحمد لله الحمد لله شباب. لا جزاء فضيحه ما بص تتحسب بصراحه احنا الماتش ده انا شايف ان يعني توفيق ربنا، ان اصلا بص بدايه يعني السنغال دخلتنا ازاي في الماتش. اولا كان الحاج ضيوف كان قاعد وهم ادونا كوره كانت ملعوبه لبركات ده انتوا لسه بتحكوا 3-5-2 كان هو الهاف وينج باك طبعا اللي هيفضل يجري ده. الكوره اتلعبت له، فمش فاكر طبعا مين اللي لعبها. فهو الواد المدافع اللي معاه طلع لعبها باسكت، يعني فعلا الواد رفع ايده كده، مع ان دول لعيبه محترفين ومنتخب السنغال ده يعني شالها بايده واضحه. الحكم حسب لنا بين اللي اتقدمنا بيه. ده هو احنا كده وصلنا للفاينل. كده وصلنا للفاينل مع الفريق لا اللي لحد طلعنا بقى الواقع المجموعات ميدو بقى الراجل شايف انه عادي ان هو نجم يبقى بتاع نجم السبيرز فعادي. لا ما طبعا عندك بس دي عمرو بقى زكي ساعتها برضه. يعني برضو كانت شخصيه المدرب. انت بتتكلم في ان دلوقتي استبعاد من القايمه ده حاجه مفيش صعبه. مدربين كتير على فكره بتعمل كده دلوقتي يعني. تخيل مثلا على الموجود دلوقتي كلنا عارفين مين نجم المنتخب، محدش عارف يكلمه. هل حد فينا يعرف يعمل بس صلاح في ليفل بعيد قوي يعني بصراحه برضه حقيقي. ميدو كان عايز يحط في الحته دي بقى. ماشي، ما هو مقارنه بساعتها بقى، ما انت بتتكلم في ان هي ايه نسبه وتناسب. انت ساعتها كشوف الكوره كانت عامله ازاي وميدو عندك كان عامل ازاي، دلوقتي شوف الكوره عامله ازاي وصلاح عامل ازاي. فهي نسبه وتناسب. فالفكره ان هي ساعتها شخصيه المدرب اول مره هي اللي تغلب. كنا دايما بنشوف دايما اللعيب هو اللي واثق في لعيبته. شحاته برضه شخصيه، ما حسن شخصيه طبعا، بس يعني لا بحس برضو مهما كانت الاسبان وبتاع، لا صلاح انت دلوقتي بتتكلم ان هو انت ليه ما خدش بالون دور يعني، انت فاهم؟ لا ليفل في ليفل بقى مرعب يعني. بس وميدو كان دايما بيحس ان حسن شحاته مضطهد. يعني دايما بيحس انه عماد متعب وعمرو زكي دول ولاده فيلعبوا عليه. اصل بص يعني احنا هنيجي لسه ل 2010 بس الراجل حصل معاه. انا فاكر في فيديو كان مشهور ميدو طلع في الاعلام قال لك انا اعرف ان انا استبعدت المنتخب عن طريق النت ده لسه طالع. يعني احنا كنا مزنوقين خالص في الماتش ده بصراحه يعني. نورال الحضري يعني هو من هنا دروجبا حس ان في حاجه، في واحد عامل جيم وعفاريت راح يعض الشبكه. انا فاكر هو عضها في البطوله دي وعضها في 2008. طلع اتكلم عليه على فكره. طبعا طلع اتكلم عليه على اللقطه على الحضري. على الحضري قال لك ان ده الحارس قابلته في حياتي في افريقيا. طبعا صد منه كتير، واحنا كنا الماتش ده فعلا مضغوطين جدا من كوت ديفوار.
ويعني ووصلنا للبينالتي في الاخر. احنا كان جات لنا فرصه ان احنا نخلص. حتى ضربه الجزاء الحرام ضاعت يعني. يعني الكوره بتاعت هي كانت حرام. هي ما كانتش صح. اوكي هي ضربة بركات جزاء. نفس السؤال كده. بركات نفس سؤالها. دروجبا راح له كان هياكله. اي واحد من العيال دي كان هياكله. كان هياكله. تخيل برضه انت بتشوف النجم بتاع تشيلسي وبتاع جاي جنبك وهو حجمه عامل ازاي وانت بركات، يعني ده صعب يعني. ماشي، يعني في نهاية الحلقة كده أحب أسأل بقى سؤال الحلقة. عايز أعرف كل واحد يقدر يسمي البطولة دي إيه. هنا عندك بودي سماها إيه؟ مشكله ميدو. مشكلة ميدو، الجيل الذهبي أو بداية الجيل الذهبي. مش عايزين نروح الناس، مش عايزين نروح الناس دي كلها زعلانة. اوز يا حاضر يا حضري. طب انا كنت اسالكم على حاجه قول لي. بس ما نختم بيها، يعني البطولات اللي احنا ادينا فيها وخدناها. انا كنت عايز اسالكم كده كل واحد يبقى ايه رايه، بعيد عن مين اللي خد الجائزه احسن لعيب، يقول هو من وجهه نظره مين اللعيب اللي بجد لولاه مثلا في 2006 ما كناش هنتزق لحد الفاينل ناخد البطوله. عمرو زكي. عمرو زكي. الحضري طبعا. انا شايف الحضري برضه. أكيد طبعا الحضري، ما فيهاش أحمد نقاش حسن. يعني. انا شايف احمد حسن. ضربات جزاء. ما هو الراجل ده الدينامو بتاعنا في نص الملعب، الراجل ما بيطلعش بيلعب الدقائق كلها. انا بصراحه شايفه يعني هو نجم الجيل الذهبي. بس انا عايزك تتخيل البطوله دي من غير الحضري. لا الحضري بصراحة في يعني بس المجموعة. كان مجرد تخيل من غيره. انا بصراحه سألت عن الحضري، بس انا لو هتكلم كلعيب يعني انا بصراحه لقطه ميدو وعمرو زكي دي محفوره في دماغي من ساعتها. بس خلي بالكم يا جماعه احنا كنا برضه فريق بيقف كويس مع حسن شحاته و3-5-2. مش قصدي ان الحضري ما صدش، الحضري شال بلاوي، شال معجزات. بس بصراحه احمد حسن بالنسبه لي. وده بقى يجي السؤال الثاني للحلقه. عايزكم تقولوا لي برضو شايفين هو مين احسن واحد في البطوله دي، ومين هو اللي يستاهل لقب بلاير اوف ذا تورنمنت. فيا ريت بقى كل واحد يكتب لنا في الكومنتات كده عشان الكومنتات فاضيه بلعب. يا جماعه كده فوات كومنتات معانا كده. وكفايه كده كلام قوي في شفت الحكاوي المره دي من كاس الامم الافريقيه. كنا بنتكلم على كاس الامم الافريقيه نسخه 2006. ولو عجبتكم الحلقه ما تنسوش تعملوا ايه؟ كومنت، سبسكرايب وتشغلوا الجرس. الجرس جامد بقى. جرس. كومنتات بقى كومنتات الكومنتات تحت يا جماعه فاضيه. يلا السلام عليكم.